كان الواحد منهم السابق، هذا مو اليوم، إذا أمه تحت ما يصعد غرفة وأمه في الطابق الأسفل، يعتبر عقوق. كان الصالحون كالحسن البصري وزين العابدين وغيرهم كانوا من أبر الناس بأمهاتهم، إذا أكل ما يأكل، كان السابقين يأكلون بصحن واحد، لكن الحسن البصري وروي عنه وزين العابدين علي بن حسين رضي الله عنهما روي عنهم أنهم ما يأكلون بصحن واحد مع أمهاتهم. ليش؟ قالوا نخاف أن تسبق يدي إلى لقمة أمي نظرت إليها، نخاف ناكل لقمة أم اشتهتها، ويسجل هذا عقوقا عند الله عز وجل. ترى مو عيب. أحد الصالحين قيل له، وكان طول عمره في الليل شو يسوي؟ يهمز يدلك رجل أمه، يقعد في الليل ساعة ساعتين، أمه مريضة نايمة ويدلك رجلها كل ليلة. أخوه شو يسوي؟ أخوه هم صالح، هو أحد العابدين وأخوه أيضا صالح، أخوه يقيم الليل وهو يدلك رجل أمه. قالوا له ما كان ودك أنك تقوم الليل مكان أخوك؟ ما كان ودك يصير العكس، أنت اللي تقوم الليل وأخوك اللي يدلك رجل أمه؟ قال لا والله، لا والله ما كنت أود هذا. عندهم تدليك رجل الأم حتى هو أعظم من قيام الليل. هكذا يفهمون بر الوالدين. اليوم تخيلوا الأم لو تنادي ولدها عن كنت مشغولا، مهما كان عندك من عمل وأمك تطلب منك حاجة يلغى كل شيء، حتى لو صلاة، إلا الفرض فإنك تقتصر عليه وتلبي حاجة أمك. حتى الفرض شوفوا تقتصر عليه وبس. جريج كان يصلي، ما كان يلعب بلاي ستيشن، ما كان يطالع فيلم، ما كان عنده مباراة، ما كان اجتماع مجلس إدارة، ما كان شيء تافه من أمور الدنيا. كان يصلي بينه وبين ربه علاقة، صلاة نافلة، فنادته أمه وكان عابد فقال أمي أو صلاتي، أمي أو صلاتي، فكمل صلاته ثم ذهب إلى أمه فعاقبه الله جل وعلا. أحد الصالحين كان عنده عالم من العلماء حيوة بن شريح، عالم معروف، وكان أمامه تلاميذ بالمئات يمكن. تخيلوا محاضرة العلماء والناس تكتب والناس تدون ما يقول، محدث. تأتيه أمه أثناء الدرس، مو بعد الدرس، أثناء الدرس، وتناديه والناس يسمعون، يا حيوة. نعم يا أمي. وشنو تبي منه؟ لا تقولون الشيء الصعب اللي لازم يسويه، ولا مريضة تبي دواها، ولا مسكينة مو قادرة تقوم تبي شربة ماي. لا 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 لا، عشان الدجاج. يا حيوة أطعم الدجاج. والله ما يقول لها بعد الدرس، والله ما يقول لها يا أمي أثناء الدرس تقولي لي هذا الكلام أبدا. يضع الكتاب، يقوم يطعم الدجاجة لأن أمه أمرته، ثم يرجع إلى تلاميذه. جماعة ترى هذه الحياة، هذا الدين، هذه العبادة. أنا ما أقول حق الأم أظلم عيالك، أنا ما أقول حق الأب أقصي على عيالك. من الأيام واحد مرة رايح الحج مع أبوه، أيام السابقين اللي على بعارين على جمال، رايحين الحج، في الطريق قال له أبوه على بعير راكب، قال له مع القافلة، قال له يا ولدي نزلني. قال له يبا القافلة تمشي ما نقدر. ليش تبي تنزل؟ قال أبي أقضي حاجتي. قال يبا اصبر شوي. قال ما أقدر. القافلة مشت والأبو نزل الشايب الكبير قضى حاجته، والقافلة راحت، فشال الولد على ظهره على كتفه وقام يركض عشان يوديه حق القافلة. بكى الوالد، الشايب بكى. الولد يشوف أبوه يبكي ودموعه تنزل عليه، يقول له يبا ليش تبكي؟ ترى أنت خفيف علي، ماكو شيء، أنت كاسر خاطرك، أنا ترى ولا شيء يبا. قال له مو علشان كذي أبكي. قال ولم تبكي يا أبي؟ قال أبكي لأنني في هذا المكان نفسه حملت أبي، مر نفس الموقف وتذكرته، عند هذا الجبل، عند هذا الصخر، في هذا الوادي، كنت حاجا مع أبي وحملته على ظهري. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقولون في أحد يشيل أبوه على ظهره؟ هالزمن في أحد يشيل أمه على ظهره؟ إي والله، أنا بنفسي شفت قبل سنتين تقريبا أو أكثر، أنا بنفسي شفت شايل أمه العجوز على ظهره بطواف الإفاضة في أشد أيام الزحام. كثير من الناس اليوم يتمنى أن عنده أم عشان يبرها. والله في ناس ما شافوا أمهاتهم أو مات أمهاتهم هم صغار، يتمنى يقول أنا أدش البيت ما أتذكر إلا أمي، أشوف الغنفة هذه أتذكر ضحكتها، أشوف السرير ما شلته لأن السرير يذكرني بأمي وريحة أمي،
والله بعض الناس يفدي فلوسه كلها بس علشان ترجع لأمه مرة ثانية، عشان ما يفوت القطار، عشان ما نقول خلاص ما ينفعك الندم. شوف التقرير هذا اللي يذكرك أخي الحبيب بأمك إذا كانت موجودة. أحد الصالحين بكى لما ماتت أمه، بكى، قالوا له تبكي وأنت رجل صالح؟ اصبر واحتسب. قال أبكي لأن بابا من الجنة أغلق. أمي باب للجنة أغلق الآن بعد موتها. البر ما ينقطع بعد الموت، لكن تدارك أخي الكريم. وخلينا نشوف هذا التقرير. والله لو تعرف فرحة أمك بك يوم ولدت في هذه الدنيا. ترى ألم ما يطيق أي إنسان إلا الأم، بس لولا فرحها بك لما طاقت أم أن تلد وليدها. لو تدري كم تسهر ليلتين ثلاث ما تنام، خاصة أول أيام الولادة. لو ترجع شوي قليلا وتذكر كيف كانت تغسل عنك النجاسة. بشنو؟ بيمينها. نجاستها هي لا تغسلها إلا بشمالها، نجاستك أنت باليمين. لو تتخيل يا أخي الحبيب لما كانت تشيلك وتنومك، وكل يمكن ساعة ساعتين تفز من نومها تطمن عليك وتغطيك. أنت ما تدري عن هذا كله. ما تدري لما خذتك أول يوم إلى الروضة ولبستك أحلى اللباس ووكلتك الصبح ودفتك من البرد وودتك الروضة وهي يمكن دموع الفرح على عينيها. ولدي دش الروضة، الله، أول يوم تنتظرك برا عند الباب. وبعض الأمهات كل ليلة وكل يوم عفوا عند دوام المدرسة واقفة تنتظر ولدها وتحتضنه بالأحضان وتركب السيارة وتسأله عن دوامه عن روضته، فرحانة بهذا الطفل. شوي شوي كبر، خلص الروضة سوت له حفلة، وبعدين دش الولد الابتدائي وكبر الولد شيئا فشيئا. لو تسأل الأم شنو عندك في الدنيا تقول هذا الولد. شنو دنيتك؟ عيالي. مستعدة تضحين بحياتك علشانهم بدون شك. أموت بس ما يصيبهم شيء من الأذى. لا تقول أنا أمي غير، لا تقولين أنا أمي غير. يمكن بعض الأمهات ما تظهر هالمشاعر لكن داخلها هذا الشعور. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين رحمة الله وصفها بشنو؟ قارنها بشنو؟ برحمة الأم على ولدها. ترى الأم مع الولد مع البنت شيء ما يوصف، لكن تعامل الأبناء مع أمهاتهم في هذا الزمن إلا من رحم الله هم شيء لا يوصف. أنت اليوم ما تدرين عن مشاعر الأم لأنك ما صرتي أم للحين. أنت اليوم ما تحس بأبوك وما تدري بالليل شو يسوي وأنت نايم. ما تدري ايش كثر قاعد يتعب بس علشان يوفر لك لقمة العيش. ما تدري أبوك شلون قاعد يهين نفسه أحيانا عشان تدرس مثل غيرك وتلبس مثل غيرك وتتعالج مثل غيرك وتاكل مثل غيرك. أبوك تدمع عيونه رجل لكن يمكن يبكي إذا شافك أحيانا تحتاج شيء ومو قادر يوفر لك. أمك وأبوك جنتك ونارك في هذه الدنيا. رضا الرب في رضا الوالدين، سخط الرب في سخط الوالدين. اللي يبي الجنة ترى عند أقدام الأم. جاء واحد يبي يجاهد مع النبي وقال يا رسول الله أمي وأبوي قاعدين يبكون، خليتهم علشان أروح الجهاد، أبي الجنة. قال تبي الجنة؟ ارجع ففيهما فجاهد أضحكهما كما أبكيتهما. اللي يبي الجنة حنا رايحين بعيد. ترى الجنة هذه أمك اللي الحين عندك، وهذا أبوك. اللي يقول أمي زعلانة علي الحين فرصة، اللي يقول أبوي مو راضي عني الحين طق الباب مرة ومرتين وثلاثة وألف لين يرضى عنك أبوك. دير بالك تفقد واحد منهم في هذه الدنيا وهم مو راضين عنك. نصيحة اللي توفي أبوه أو توفيت أمه البر ما ينقطع، استغفر له، ادعو له، صل أرحامه. المنحة إذا جاءتك أو جاءك فلوس انوي شيئا يسيرا منها لأمك وأبيك. أحق الناس بحسن صحابتك في هذه الدنيا. فاصل ونرجع لكم بإذن الله. معنا الأخت انتصار، تفضلي. ألو، مساء الخير. مساء النور. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير الله يسلمك. الله يسلمك. أنا عندي بنتي ما تجيني ولا تسأل عني، بس أنا أروح لها، أخوي يروح لها. وأنا بنتك ايش كبرها أول شيء أخت انتصار؟ ايش كبر بنتك؟ متزوجة عندها عيال. وما تزورك ولا تسأل عنك؟ لا والله. ليش؟ وأنا أصلي عراقية وبعدين جنت. أنا آسفة سامحني يبا. حاولتي اختي اشتري لها غراض واخوي يشتري لها. حتى اخوي استعار مني نوبات هو طيب وياي ونوبات ما طيب.
نبت اخذ ما شاء الله، اخذ جامعه، اخذ كليه. ليش ما وما شاء تبيك؟ الله ليش ما تبيك؟ الأول. انا ما فهمت اخت انتصار، ليش ما تبيك؟ ليش ما تهيج؟ ما تجيني ريله ما يخليها. زوجها يمنعها انها تزورك؟ اي مو انا ما رضيت، هو اصغر من السنه. انزين اخت انتصار، الحين يمكن بنتك قاعده تشوف البرنامج، ايش رايك؟ لا الله يخليك، لا تقول اسمي، الله يخليك. الحين درت باسمك، وجهي لها رساله يمكن الله يهديها وتحن عليك. والله ليل ونهار ابكي عليها. يمكن تسمعك. انا اشوف عيالها. تبي تشوفينها وعيالها؟ عيال صغار عمرهم واحد 4 سنين، واحد 2 سنة، واحد 1 سنة ونص. ما شفتيهم؟ لا شفتهم بس ما اشوفهم وايد. اخت انتصار الله يعينك، بس يا جماعه هذه المآسي ترى مو شويه في المجتمع. ترى فكري، ترى انت ام وباكر عيالك ترى تبينهم يونك، تبين يكونون عند ريولك يوم من الايام. مع ان الاخ خالد العنزي اخر اتصال راح الاتصال. انا بودي لو اكمل معاكم هذا الموضوع، هذه المآسي اللي في البيوت، الآلام، آلام اختنا انتصار ولا غيرها ولا فلان ولا علان، ما تشوف بعيونها وقاعده تدز امها وتوديها الحرم وترجعها بالكعبه. يا جماعه في صور من البر اليوم خيال، وفي صور من العقوق اليوم هم خيال. الواحد يختار، الله اعطاه النجدين خيره، يختار طريق الخير او الشر كيفه، لكن فيها جنه وفيها والعياذ بالله نار. عقوق جهنم من اكبر الكبائر، والطاعه والبر اعلى عليين في الجنه. اللي يبي يرضي ربه ترى في بر الوالدين، امك اذا راضيه، ابوك اذا راضي، هذا باذن الله بشاره ان رب العالمين راضي عنك. المخرج يقول انتهى الوقت، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.